أكلة النهاردة أكلة مميزة قوي وسهلة وبسيطة، وهي فتة السجق. لو احنا زهقانين بقى من الأكل التقليدي وعايزين نعمل حاجة سهلة وسريعة وما تاخدش مننا وقت، يبقى لازم نعمل فتة السجق. طريقتها سهلة، وكمان مكوناتها تقريبا موجودة في البيت، واقتصادية كده. هنعملها بنص كيلو سجق بس، وهتكفي كذا فرد، وطعمها خطير. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هبدأ بتحميص العيش الشامي. عندي 3 من العيش الشامي اللي هو الحجم الصغير، وممكن تستخدموا 2 من الحجم الكبير. هتقطعوهم كده بالطول الاول، وبعد كده تمسكوا حبه مع بعض وتقطعوهم مربعات صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هفكهم كده من بعض، وادي لهم بقى رشه من الزيت ورشه من الملح والفلفل الاسود، وبكون مشغله الفرن على اعلى درجه حراره. بحط الصينيه على الرف الوسط، وخلي بالكم هو بيتحمص بسرعه جدا، فانتوا لازم تتابعوه. حضرت 3 حبات من البطاطس، قطعتها مكعبات صغيره. ممكن تستخدموا البطاطس المتوسطه او الكبيره، مفيش مشكله خالص. هنحمرها في الزيت لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح. البطاطس استوت معايا، فانا مش عايزه اغمقها اكتر من كده عشان شكلها يبقى حلو. هشيلها بقى خالص واحطها على مناديل مطبخ علشان تصفي كل الزيت بتاعها. عندي بقى نص كيلو من السجق. انا بجيب السجق وبقطعه نصين بالمقص كده، وهجيب طاسه احط فيها معلقه صغيره خالص كده من الزيت، ورقتين من اللورة. اول ما الطاسه تسخن جامد قوي، هنزل بقى بالسجق بتاعي واهز الطاسه كده علشان يبقى السجق موجود على كل الطاسه بتاعتي. مش بقلب السجق خالص غير لما ياخد لون من ناحيه، وبعد كده ابتدي اقلبه بالراحه قوي. خلي بالكم السجق لو قلبتوه جامد هيفرول منكم وهيفك من بعضه ومش هيبقى حلو خالص. قلبوه بالراحه قوي وعلى نار عاليه. اول ما السجق ياخد معايا لون كده كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي بقى اضيف له فصين توم مفروم، وهقلب التوم معاه لحد ما ريحته تطلع. اول ما ريحه التوم كده تطلع، هبتدي بقى انزل بالبطاطس اللي انا لسه محمراها. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. بعد كده هديلهم رشه من الملح والفلفل الاسود وجوز الطيب. مش بحط توابل كتير، انا بكتفي بالتوابل اللي موجوده في السجق، وهي دي اللي انا عايزه طعمها يبقى موجود. اخر حاجه هضيفها ربع كوبايه من دبس الرمان، وهقلبهم مع بعض كويس، وهسيبهم على النار دقيقتين 3 كده بس علشان كل حاجه تاخد من طعم بعض. عايزه اقول لكم الريحه تحفه، الريحه حلوه جدا. وبس كده، انا كده السجق والبطاطس بقوا جاهزين عندي. تعالوا بقى نعمل احلى صوص للفته خطير. عندي كوبايتين من الزبادي الحجم الصغير، هحطه في بوله، هنزل عليه بنص كوبايه من اللبنه، وفصين توم مفروم، معلقه صغيره من الطحينه، عصير نص ليمونه. واظبط بقى الملح حسب الرغبه، يعني بضيف الملح واقلب كده وادوق واشوف كده لو محتاجه ملح ولا لا. لو مش متوفر اللبنه استخدموا بدلها زبادي، بس بصراحه اللبنه بتفرق في الطعم والقوام كمان، بتخليه كريمي وتحفه زي ما انتم شايفين كده. كل حاجه بقت جاهزه معايا، والعيش اتحمص حلو قوي. هحط اول طبقه من العيش، وتاني طبقه بتبقى الصوص الخطير اللي احنا لسه مجهزينه. احاول اسويه على قد ما اقدر، وانزل باخر طبقه من السجق اللي احنا جهزناه مع بعض. وبس كده، في الاخر خالص بزينهم بشويه من البقدونس. وادي الطبق النهائي. شايفين شكله يفتح النفس على الاكل ازاي؟ شكله حلو جدا، طبق كامل متكامل، ما بيتقدمش معاه غير حبه سلطه لو حابين. لو عايزين تعملوا جنبه رز ابيض طبعا ينفع جدا لو انتوا حابين، بس انا اكتفيت بالبطاطس وشايفه انها كفايه قوي. طبق مميز وحلو جدا وينفع قوي في العزومات، واحلى حاجه فيه ان هو مش بياخد وقت خالص وسهل وسريع. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.